ونطير بعد كده للمركز ال 12 مع أول إبداعات هاياو ميازاكي واستوديو جيبلي في حلقة النهاردة، بونيو. فيلم رايق كده زي جاري توتورو، بحس فيلم لذيذ من غير مقاسي وأجواء كئيبة، وهو عن السمكة دي اللي كان الراجل ده بيرعاها مع إخواتها، وفي مرة كده وهو بيخرجهم جالها فضول وبعدت عنهم ووصلت للشط، فهياخدها صاحبنا ده وهيسميها بونيو، ولما تكبر هتتحول لبشرية. وطول الفترة دي واللي كان بيرعاها أو أبوها بيدور عليها وقالب الدنيا عليها، وفي دماغه إن البشر خطفوها والكلام ده. دي القصة باختصار. تحس الجزء الأول من القصة شبه فيلم نيمو، مش عارف تهيألي ولا هي كده فعلا، من ناحية سمكة وهي بتغير جو تبعد عن الباقي وياخدها بشري، في تشابه مش كده؟ والفيلم ده من إنتاج هاياو ميازاكي واستوديو جيبلي في 2008، وتعرض مدبلج للإنجليزية في 2009 عن طريق والت ديزني، ومؤديين الصوت بالإنجليزي حكاية ليام نيسون وكيت بلانشيت ومات دايمون، أسامي عملاقة مش أي كلام. ده لو ظهر الثلاثي ده في أي فيلم عادي هيقلب الدنيا، ولسه في تاني غيرهم بالمناسبة، بس دول أبرز ثلاثة. والفيلم من أضخم أفلام استوديو جيبلي، بحيث إنه عمل إيرادات لأكتر من 200 مليون دولار، ده غير كمان فاز ب 12 جايزة وترشح ل 20 جايزة تانية، منها جايزتين أني، وأكيد طبعا واحد منهم لميازاكي، مش محتاجة تفكير. وأحداث الفيلم كلها ليها علاقة بالمية سواء فوق أو تحت، المهم إنك هتحس إنك بردان وإنت بتتفرج عليه، وفي لقطات تعتبر من معالم عالم الأنمي زي مثلا المشهد ده كده. وتقريبا الأنمي نضيف تماما ومناسب لكل الأعمار، بس اللي هيتفرج عليه يحرص برضه، مفيش حاجة مضمونة،